مش قلت لك كمشجع للنادي الاهلي ان نادينا نقل على الخطه دي؟ طلعت كذبت كلامي. عاجل ورسميا الموهبه التونسيه محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي، خصوصا بعد ما الفريق المجري فرنكافاروش اعلن انضمامه للنادي الاهلي بطريقه غير مباشره. اعلن انضمامه للنادي الاهلي بشكل غير مقصود، ولكن كل جمهور النادي الاهلي او 90% من جمهور النادي الاهلي هارشها وفاهمها، عارف الخطه اللي ماشي بيها النادي الاهلي، فهم الخطه وهرشها اللي طبقها على اللاعب المغربي اشرف داري. طبعا انت اكيد كمشجع للنادي الاهلي بتسال، طب النادي الاهلي حتى الان لماذا لم يعلن عن الصفقه بالفعل بشكل رسمي في العلن امام كل جمهور النادي الاهلي وامام جمهور الترجي التونسي؟ واللي مخليك واثق ومتاكد بنسبه 100% ان محمد علي بن رمضان خلص مع النادي الاهلي. منذ قليل فريق فرنكافاروش المجري بيعلن تعاقده مع الموهبه البرازيليه ماتيوس سالدانا. طبعا انت اكيد بتسال، كلنا عارفين كجمهور النادي الاهلي ومتابعين اخبار النادي ده بشكل كبير جدا، وعارفين ان كده النادي ده زاد لاعب اجنبي، وبالتالي النادي ده لازم يتخلص من لاعب اجنبي اللي هو مين؟ محمد علي بن رمضان. النادي الاهلي خلص في محمد علي بن رمضان، والاعلان الرسمي في خلال الايام القادمه بعد معسكر محمد علي بن رمضان وخوض لقائي مدغشقر وغامبيا مع منتخب تونس. وبالتالي محمد علي بن رمضان هتشوفه في التتش ومنور التتش يوم 10 سبتمبر بحد اقصى، قبل غلق باب القيد الافريقي قبل 12 سبتمبر المقبل. يعني محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي. فريق فرنكافاروش المجري بيكشف لك الخطه اللي مطبقها النادي الاهلي، نفس الخطه اللي طبقها على اللاعب المغربي اشرف داري. وكمان اشهر صحفي في المجر اعلن ان محمد علي بن رمضان كلها ايام وينضم للنادي الاهلي المصري. كمان عايز اقول لك ان الفريق المجري ما كانش بيمتلك سيوله دولاريه، وده اللي كان معطل الصفقه. عشان كده لو تلاحظ انه كان مداق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي انه لازم يدفع الفلوس كاش. مجلس اداره النادي الاهلي ومدير التعاقدات في النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي تصرفوا وخلصوا الصفقه بالفعل، واللاعب البرازيلي حل ازمه الفريق المجري. النادي الاهلي دفع لهم الدولارات، فريق فرنكافاروش تعاقد مع الموهبه البرازيليه زي ما انتم شايفين امام حضراتكم، وبالتالي الفريق المجري اصبح بيمتلك لاعب اجنبي زياده اللي هو محمد علي بن رمضان. مفيش اي لاعب اجنبي رحل عن الفريق المجري، مفيش نادي بيفوت اي لاعب اجنبي في الفريق المجري الا النادي الاهلي. رغم ان انا كنت كاشف وهارش الخطه، انا ومعظم او البعض من الاصدقاء من جمهور النادي الاهلي اللي كان مؤيد كلامي في الفيديو اللي نزلناه من 3 ايام على نفس الصفحه. قلت لك محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي، والنادي الاهلي لجأ للخطه رقم 2 اللي طبقها على اشرف داري علشان جمهور الترجي التونسي اللي هيحضر مباراه منتخب تونس ما يثورش على اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، واللاعب شاري النادي الاهلي. ومع ذلك شفنا بعض الاهلاويه مش عاجبهم الكلام ومش مقتنعين، لدرجه ان انا دخلت معاهم في تحدي قلت لهم ان انا مش هقدم محتوى تاني على السوشيال ميديا، مش هظهر مره اخرى على السوشيال ميديا ولا هتكلم عن النادي الاهلي لو محمد علي بن رمضان ما انضمش للنادي الاهلي. وضم صوت لصوت لوكا الاهلاوي اللي متفق على هذه الخطه وهذا الكلام بشكل كبير جدا. واقول لك ايضا ان انا مش هظهر تاني على السوشيال ميديا، واكيد معظمكم يعرف لوكا الاهلاوي مش هيظهر تاني على السوشيال ميديا ايضا لو محمد علي بن رمضان ما انضمش للنادي الاهلي، علشان تبقى بمثابه مفاجاه لكل جمهور النادي الاهلي وتكون بمثابه صدمه لكل جمهور الترجي التونسي اللي حرفيا هينصب السوان في تونس لما النادي الاهلي يعلنها رسميا، وهو التعاقد مع الموهبه التونسيه محمد علي بن رمضان. وزي ما قلت لك اللي كشف الخطه لا النادي الاهلي ولا في مسؤول من النادي الاهلي لا مدير الكوره ولا اي مصدر داخل النادي الاهلي طلع نفى ان الصفقه فشلت او الصفقه نجحت، ولكن الفريق المجري بطريقه غير مباشره وبشكل غير مقصود كشف الخطه واعلنها بشكل غير مباشر ان محمد علي بن رمضان خلاص في النادي الاهلي، خصوصا وان فريق فرنكافاروش المجري اصبح بيمتلك لاعب اجنبي زياده في الفريق بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانا. في نهايه المطاف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان اهلاوي. سلام.